الفيلم ده واحد من أكتر الأفلام الجامدة اللي واخدة تقييم عالي فشخ يعني، من أكتر الأفلام اللي الناس بتحبها جدًا، جدًا يعني، وهو فيلم بليد رانر. بدأت أتفرج على الفيلم، بعدين لقيت الصراحة الفيلم، الإخراج، الحاجات دي فجرة. الصراحة الفيلم كتصوير والحاجات دي كلها جميلة فشخ. عجبني الصراحة الفيلم في الأول كده، كنت متحمس فشخ جدًا يعني للفيلم. حرفيًا قعدت نُص الوقت كنت رايح تقريبًا نمت، صحيت تاني بقى عشان أكمله برضه ما عرفتش، نمت تاني، مع إن أنا أصلًا ما بانامش في الأفلام يعني. تقريبًا مستحيل أنام في الأفلام يعني. الفيلم الصراحة مُمِل بطريقة يعني صعبة جدًا، جدًا يعني. فيلم مُمِل بطريقة مش طبيعية، ما فيش فيلم مُمِل كده خالص. وأصلًا يا أخي راين جوسلينج ما بيتكلمش خالص، ولا أي حد بيتكلم فيهم نهائي يعني. الفيلم عمّال أشوف بس في حاجات شكلها جميل، الفيلم شكله جميل، كل حاجة جميلة، بس نُص الفيلم ما حدش بيعمل حاجة، نُص الفيلم ما فيش. بس يا جدعان مش كل حاجة الصورة مش كل حاجة، والتصوير والحاجات ديّة هو جامدة وكل حاجة، بس ده مش كل حاجة يعني. الصراحة يعني أنا مش عارف أكمّل الفيلم ده خالص يعني. الفيلم مُمِل بطريقة صعبة. عادةً أصلًا الأفلام اللي بتبقى مبنية على عالم، مثلًا فيلم زي ماد ماكس. ماد ماكس برضه يعني برضه مختلف وفاجر كده. ماد ماكس حرفيًا ما فيهوش ثانية ملل، ثانية، مع إنهم كلّهم ماشيين في نفس في شارع، ماشيين في شارع ما بيخلصش حرفيًا، كلّهم ماشيين ورا بعض وما انتاش ملًا خالص يعني. مش زي بليد رانر. مُمِل، مُمِل ملل، مُمِل. أنا